بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وما توفيقي إلا بالله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله بصحة جيدة. ومرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا الكريب بالشوفان اللي كيجي رائع بزاف وكيجي صحي صراحة، كيجي كيحمق. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ومرحبا بالبنات اللي دخلوا معايا جداد، كنرحب بهم كاملين. ومرحبا حتى بالبنات القدام، نقول لهم شكرا على التعاليق الزوينه. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اكيد، لانه يستحق التجربه. بقاو ان شاء الله مع المقادير وطريقه التحضير. وما تنساوش البنات كيف ديما الى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم ان شاء الله كل جديد. ونبداو على بركه الله. بسم الله على بركه الله البنات. هنا عندي نص لتر ديال الحليب، غادي نكبوه هنا في الخلاط الكهربائي. غادي نزيد عليه 3 البيضات، من حجم متوسط. صافي غادي نزيدو مع الحليب، وغادي نزيد 2 الفاني. تقدروا البنات تحكوا ديال القشره ديال البرتقال حتى هي كتجي فيه زوينه صراحه. هنا عندي قبيصه ديال الملحه وواحد 2 الفاني. الا ما كانش متوفر الفاني البنات، ما كانش عندكم، يعني تقدروا تحكوا القشره ديال البرتقال او لا قشره ديال الحامض، كتجي صراحه زوينه. صافي. وهنا عندي زلافه ديال الشوفان اللي طحنته وغربلته. هنا راه ندير الزبده كتذوب، معلقه كبيره. صافي غادي نخلط واحد شويه بحال هكذا، وغادي نزيد عليهم الزبده تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره. صافي. وغادي نطحن مزيان، طحنوها البنات مزيان. الا كان خصكم دقيق ضيفوا واحد المعلقه. صافي غادي نطحنوا تقريبا واحد 2 طحنات حتى 3، طحنوا مزيان. صافي البنات، وانتم غادي تشوفوا معايا القوام ديالو هكذا كيجي. هنا ما زدتو حتى شي حاجه. هنا غادي نسخن المقله اللي تكون ما كتلصقش، على نار متوسطه، ما تكونش عاليه البنات باش ما يتحرق لكمش دغيا. صافي. وغادي نضيف هنا واحد المعلقه، وغادي نوزعها مزيان على المقله هكذا. الطريقه راه سهله. صافي غادي نخليها حتى كتحمر، نقلبها لشي الاخرى. صراحه الكريب ديال الشوفان كيجي زوين بزاف وصحي، احسن بزاف من ديال الفورص. ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا، يعني كيجي رائع بزاف. وحتى المذاق البنات كيجي هشيش وزوين بزاف. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. انتم البنات بقاو معايا ان شاء الله تشوفوا الشكل النهائي.